كنت عارف إن مرض السكر ممكن يوصل لفشل كلوي؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من اعرف أكتر عني من كلب صيدلي. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ. مرض السكر باختصار كده لما الجسم ما يقدرش يستخدم الأنسولين بشكل صح أو ما يصنعوش كفاية فيرفع من مستوى السكر في الدم، وده بيأثر على الجسم بشكل عام. لكن في معلومة لازم تعرفوها، مرض السكر مش بس تأثيره على مستوى السكر في الدم، لو ما اهتمناش بيه ممكن يسبب تصلب الشرايين ومضاعفات خطيرة في القلب، مشاكل في الكلى زي الفشل الكلوي اللي لو ما اتعالجش في الوقت المناسب ممكن يوصل لغسيل كلوي دائم، وكمان ممكن يضر الأعصاب وده بيوصل لمشاكل في الإحساس زي التنميل أو الآلام في الأطراف. في النهاية مرض السكر مش مجرد مشكلة في السكر نفسه، ده ليه تأثيرات تانية على أجزاء تانية في الجسم لو أنت ما اهتمتش بيه. عشان كده لازم تتابع مستوى السكر في الدم بانتظام، وأهم من العلاج الدوائي تهتم بطبيعة الأكل وشرب المية على الأقل 8 كوبايات في اليوم، والرياضة اللي مفهومها بسيط، تتمشى نص ساعة 5 أيام في الأسبوع، مش لازم مجهود عضلي كبير يعني. فلو أنت مريض سكر لازم تزور الدكتور بشكل دوري كل سنة عشان تمنع حدوث أي مضاعفات إن شاء الله. خلي بالكم من صحتكم.